جبت صدور فراخ مخليه بالشكل ده، متقطعه شرايح بانيه متوسطه الحجم، لا رفيعه ولا تخينه. غسلتها كويس بالملح والليمون وشطفتها، نشفتها كويس من الميه بتاعتها وبقت معايا بالشكل ده. اعمل تتبيله حلوه للبانيه تطريه كده وتخليه طعمه حلو، ما يكونش ناشف وفي نفس الوقت يكون الكفر مقرمش من بره. هجيب كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الكاتشب، معلقتين كبار من الدقيق، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البابريكا، عصير ليمونه صغيره. اخفق كل المكونات دي مع بعض لحد ما تمتزج بالشكل ده. تتبيله حلوه بتطري البانيه وبتخلي طعمه حلو، ما بتخليناش محتاجين للبيض، بناخده على طول على البصمات. اجيب شرايح البانيه بتاعتي واغطسها جوه التتبيله، تاخد من التتبيله من كل الجوانب كل قطعه بالشكل ده. لفت كل قطعه كده من صدور الفراخ بالشكل ده بالتتبيله. هغطي التتبيله واسيبها من ساعه لساعتين في التلاجة لحد ما تتشرب. التتبيله اللي انا عاملاها دي تكفي كيلو من صدور الفراخ. هنعمل الكفر اللي هنغلف بيه البانيه بتاعنا. جبت كوبايه كبيره من الكريسبي المطحون الناعم ده، بيبقى موجود عند العطار. هضيف عليه نص كوبايه من الدقيق، هضيف عليهم معلقه صغيره من البهارات السبايسي عليه بتدي طعم حلو. هقلبهم مع بعض. لقيت الخلطه معايا بالشكل ده. هجيب البانيه اللي سبته في التلاجة لمده ساعتين، اتاكد كويس ان كل قطعه متغلفه كويس بالتتبيله اللي احنا عملناها. انزل بيها في الكريسبي واقعد اضغط بالشكل ده. كل قطعه اتاكد ان هي متغلفه كويس وادوس عليها بالشكل ده عشان الكفر بتاعها يتماسك. كمل كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. كملت كل الكميه بتاعتي بنفس الشكل بالطريقه دي. هدخلها الفريزر او التلاجة لمده ربع ساعه علشان الكفر بتاعها يتماسك. هنقلي البانيه بتاعنا. جبت قلاية على النار كده، حطيت فيها الزيت، والزيت ما يكونش غزير ويكون سخن، ما يكونش بيغلي علشان يطلع البانيه بتاعي طعمه حلو زي بتاع المطاعم. هضيف معلقه صغيره من الزبده في الزيت. في الاول النار تبقى عاليه وبعدين اهديها لحد ما البانيه يتحمر وياخد لون ذهبي حلو. علشان الكفر بتاع البانيه يفضل متماسك ما تقلبيش البانيه خالص غير لما ياخد لون ذهبي من تحت. خد معايا لون، قلبته بالشكل ده. ما تمليش الطاسه بالبانيه علشان الزيت ما يبردش. خد معايا البانيه كده لون ذهبي من الناحيتين. هطلعه على مصفى او شبكه المتوفر عندك علشان يحتفظ بالقرمشه بتاعته بالشكل ده. اعمل باقي الكميه بتاعتي بالشكل ده. وكده البانيه بتاعنا بقى جاهز، طعمه خطير وريحته تحفه، مستوي، تتبيله خطيره، يا ريت تجربوه.